يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال، صباح السكر، صباح المانجا، صباح السعادة والسكر الزياد. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي ما تنسوش تعالوا نصلي على النبي. صلى على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. صحينا النهاردة بدري، انتوا بتعملي ايه يا ام تغريد؟ تعالوا بقى معايا اما اوريكم انا بعمل ايه النهارده. مسكت المطبخ، نزلت كل اللي فيه، المطبخ الألمونتال. نزّلت كل اللي فيه وقُلت بقى لازم أغسله غسلة حلوة وأروّقه وأنزّل كل اللي فيه وأمسحه وأفرش جرانين جديدة عشان يبقى نضيف وجميل، عشان داخل علينا رمضان بالخير وبالسعادة وبالفرح، وكل سنة وأنتم طيبين وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب. طبعًا يا حبايب قلبي إحنا إيدينا في المطبخ على طول، بنروّقه على طول، بنغيّر الجرانين على طول، بس طبعًا دخلة رمضان ديّة بتبقى حاجة تانية، بتبقى بهجة وسعادة وفرحة وبنبقى مبسوطين. وأنا دلوقتي مسكت ضلفة، باعمل ضلفة وأرصها وأمسحها وأنزّل اللي فيها وبارجّع كل حاجة زي ما كانت. والوقت تغريد مسكت بقى المطبخ قالت هاغسله، وما شاء الله أنا عمّالة أقول لها ادعكي حلو، تمسح تاني وأقول لها عيدي تاني وادعكي حلو. والله العظيم كان يوم جميل، ما شاء الله. الوقت دعكته والوقت بتمسح معانا. ربنا يخليكم ما تحرمش منكم متابعيني حبايب قلبي. متنسوش يا حبايبي على طول نصلي على النبي ونذكر الله. صلوا على النبي يا حبيبتي. انا عارفه يا حبايب قلبي ان انتوا كلكم شطار وفاتحين بيوت، بس بنتعلم مع بعض، نستفيد مع بعض بحاجه، تتشجعي مني بحاجه انا اتشجع معاكي بحاجه. والله يا حبايبي ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرم منكم ابدا، ومن تعليقاتكم الجميله. متابعين حبايبي كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعلها سنه سعيده عليكم يا رب. ما تشوفوا حاجه وحشه ابدا في عيالكم ولا في حبايبكم يا رب. تنسوش يا حبايبي دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. صلوا على النبي يا حبايبي، وتترحموا على أمي وأبويا وموتانا أجمعين يا رب العالمين. طبعًا أنا قايلة لكم قبل كده اللي أنا روّقت الأوض وخلّصت الأوض، وبعد كده دخلت على المطبخ، وإيديّا في المطبخ على طول، كل فترة باخش أنا وتغريد نعمله، عشان الدهون ما تلزقش على البلاط ويبقى نضيف معانا. كل فترة أقول لها يالّا نخش نروّقه، والله بالاقي برضك الجرانين وسخة، باقوم داخلة مغيّراها. ماشي، لازم تبقى ايديا في الحتة على طول. ماشي يا حبايب قلبي. وانتوا شايفين بقى الحتة اللي الاقي فيها حاجة اعيديها تاني، اغسليها تاني. تقول لي روح عند مرات خالي، هي مش مرات خالي والدة، روحي اقعدي معاها. اقول لها ماشي هخلص واروح اقعد شوية ويرجع لك تاني. ماشي يا حبايبي. والوقت ادعكت وبتمسح بالفوطة. وبعد كده تغريد بقى تمسك الرخامة تغسلها غسلة حلوة، وبعد كده هتغسل البوتاجاز. كل حتة في المطبخ عملناها، والله ما في حاجة ما اتعملتش. الشفاط اتغسل والشباك اتغسل، كل حاجة اتغسل. قومي يا حبيبتي يلا روقي معايا كده وشوفي هتعملي ايه. ماشي. شايفين انا اقول لها ادعكي، ده الحته ده وسخه كل شويه. تقول لي يا ماما اطلعي بقى، اطلعي انت تعبتي، اطلعي اقعدي بره شويه. اقول لها لا مش طالعه. حبايبي متابعين حبايب قلبي اللي قعدوا يدعي لمرات اخويا في التعليقات وبنت اخويا، ما شاء الله ايه التعليقات الجميله دي. ربنا يخليكوا ليا يا رب وما تحرم منكم ابدا، ومن تعليقاتكم الجميله. ما شاء الله الكل قاعد يقول الف مبروك، الف مليون مبروك، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على سلامتها. ما تحرم منكم ابدا واشوفكم فرحانين يا رب بعيالكم على طول. اتمنى يا حبايب قلبي قناتي تكبر بيكم وتدعموني اكتر واكتر واشجع بيكم. كلامكم الجميل اللي بتفرحني بتخلّيني أتمسّك بالقناة أكتر وأكتر، وتعليقاتكم الجميلة اللي بتبسطني. متنسوش دايمًا يا حبايبي الاشتراك في القناة وتفعّلي الجرس واللايك عشان أنزّل لِك كل جديد. ماشي يا حبايب قلبي. ودايمًا على طول زي ما أنا باقول لكم صلّوا على النبي يا حبايبي. متنسوش دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. والوقت خلّصنا المطبخ الألمونتال والرخامة، وتغريدة هتغسل البوتاجاز وبتغسل البلاطة اللي ورا البوتاجاز، ومسحت الخلاط برضه مسحة حلوة. ما شاء الله ربنا يخلي كل واحدة لها بنوت، ربنا يخليها يا رب وتفرح بيها يا رب، وما تشوف فيها حاجة وحشة أبدا. شايفين بقى أنا عمالة أقول لها حسب الكهرباء هتتكهربي، الفيشة محطوطة وكل شوية خايفة عليها أقول لها حسب الكهرباء، تقول لي حاضر يا ماما. ماشي. النهارده بقى ما جهزتش فطار صينية، يعني أنا ما جهزتش فطار. جبنا ب10 جنيه طعمية وخضار وعملنا سندوتشات كده، وشربنا كل واحد كوباية شاي. قلنا ما احناش فاضيين النهارده، المطبخ هيتروق والبوتاجاز هيتغسل، نعمل بقى كل واحد سندوتش عما نجهز الغدا. ماشي يا حبايبي. ودلوقتي مسكت البوتاجاز وعمالة تغسل فيه، وانا اقول لها ادعكيه حلو. كل ما اقول لها ادعكيه حلو بتتضايق قوي من الكلمة دي، معرفش ليه.
أمال أقول لها إيه، ما تغسليش؟ والله يا حبايبي اللي كان بيقدر على حاجة بيعملها، أنا اللي غسلت المواعين دي كلها، مسكت المواعين دي كلها قلت لها سيبي الحلل ده عليا والمطبخ عليا، وانت اعملي بقى البلاط، اعملي البوتاجاز، اعملي الرخامة، وانا هروق انا المطبخ تروقة حلو، سيبي المواعين بس عليا. وانا اللي غسلت المواعين، وبعد كده خفت عليها وهي بترش مية، خفت عشان الفيشة محطوطة وكده، قلت لها هات انا هرش مية. وبعد كده خليت ابني الله يبارك له نزل لي الشفاط تحت، قلت له انا هغسلها على الحوض. شايفين بقى وانا عماله اغسل في الشفاط، جبت السكينه عشان لو في اي حاجه لازقه بقيت احوشها، وما شاء الله ما سبتوش الا ما نضف خالص. وغسلت بردك المروحه بتاعته، ونزلت شباك المطبخ قلت برضه هغسله. كل حاجه اتغسلت النهارده، ودرج المعالق طلع وترص واتنضف، والادراج كلها نضفتها، ما سبتش اي حاجه. ماشي يا حبايبي، دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. صلى على النبي يا حبيبتي عليه الصلاه والسلام. شايفين انا عماله اغسل الزواد عادي. انا يا جماعه ما بحبش اي حاجه تكون لازقه على الشفاط. جبت والله السكينه واللي كنت بقدر عليه كنت بحوشه. شايفين وانا عماله اغسل معاك اهو. يعتبر كده اللي انا ما عادش ورايا الا الجنب ده، ويعتبر ان انا خلصت الحمد لله. المطبخ ما خدش حاجه. ايد على ايد بالساعد، ربنا يخلي بنتي يا رب. لولا هي عليا انا مش عارفه والله اما تتجوز هعمل ايه من بعدها. ربنا يخليها يا رب، ويخلي كل بنت لمامتها يا رب، ما تحرم منها ابدا. لولا هي امي يا ماما نعمل كذا بتشجعني. ربنا يخليها ليا يا رب، وافرح بيها واشوفها احلى عروسه في الدنيا. وما شاء الله كده يعتبر خلصت الجنب ده، وما عادش الا الحته ديت، وهشطفها بالميه، وهي بقى تمسك المطبخ تمسحه مسحه حلوه وتروقه. والحمد لله. وعقبال بقيه الشقه. ما تنسوش يا حبايبي دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاه والسلام. ما تنسوش يا حبايبي دايما على طول التعليقات الجميله، واللايكات، الاشتراك في القناه. طبعا انتوا عارفين ان مرات اخويا ولدت، ولازم كل يوم اروح اشوف مرات اخويا وبنت اخويا الغالية، حبيبة قلب حياتي، اسمها حياة بس انا بقول لها يا حياتي. انا بدلعها. لازم اروح اشوفهم كل يوم واقعد معاهم شويه واطمن عليهم. ربنا يخلي لي اخواتي يا رب، ما تحرم منهم ابدا. ويجعل البيت مفتوح بحسهم دايما يا رب. ودي بقى يعتبر خلصنا والحمد لله. هنشوف بقى ايه هنعمل ايه بعد كده. ودي شكل المطبخ بعد ما خلص، انا بفرجكم الوقت شكل المطبخ عامل ايه. وهفتح لكم الدولاب برضو اوريكم انا عملت فيها ايه. ما شاء الله انا كنت شايله هم المطبخ ده بطريقه. المطبخ طول ما هو ماهوش نضيف شايله همه. ارتحت خالص بعد ما عملته ما شاء الله. وطبعا والله انا في ايديا في المطبخ ده على طول، انا وتغريد على طول كل واحد بيعمل حاجه. كده خلصنا بقى. وبعد كده قالت يا ماما احنا هنطبخ ايه، قلت لها اللي انت عايزاه، انا مش قادره اطبخ اصلا النهارده. يعني هناكل ايه يا ماما، قلت لها اللي انت عايزه تاكليه تاكليه. قالت طب ايه رايك المشايع ايمن يجيب نص كيلو لحمه مفرومه واعمل حواوشي، قلت لها اللي انت عايزاه اعمل ايه. بس انا اصلا ما باكلش الحواوشي ولا باكل الحاجات دي. قلت لها انا هاكل اي حاجه مالكوش دعوه بيا، كلوا انتوا اللي انتوا عايزينه. وانا والله اكل اي حاجه. انا حمرت دور بطاطس وعملت بيضتين والحمد لله. وهي بقى سبتها مع نفسها عملت حواوشي وخلصت. وكنت انا اصلا سبتها بتعمل حواوشي، ورحت عند مرات اخوي عشان ابص عليها وعلى بنت اخوي. وسبتها بقى براحتها تعمل اللي هي عايزه تعمل. والوقت تغريدها تتكلم معاكم. وهتوحشوني يا حبايب قلبي، هتوحشوني تغريد معاكم. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى ماما قالت يا تغريد انا مش هطبخ، قلت لها خلاص ماشي انا هعمل انا الحواوشي. فرحت جبت نص كيلو لحمه، وفرمت 3 بصلات في الكبه، وحطيتهم على اللحمه، وفرمت قرن شطه وقرن فلفل احمر، وبرضك حطيتهم على اللحمه. وكيس البهارات اللي انا وريته لكم ده كيس البهارات بتاع الحواوشي. وحطيت شويه فلفل اسمر، بس البهارات الحواوشي دي فيها كل حاجه بتاعه الحواوشي. وعجنتها شوية بالمعلقة، وقمت ايه عجنها بايدي كده شوية علشان تبقى حلوة. ودخلتها التلاجة نص ساعة تشرب من التتبيلة بتاعتها وكده. وبعد كده بقى جبت العيش، بعت ايمن اخويا يجيب لي عيش غلة. وقلت بقى هفتح العيش وبعد كده احط اللحمة في قلب العيش. ودلوقتي انا كنت بحط العيش وبوريهولكوا. وبعدين يا حبايب قلبي بقى قلت لماما فتحي لي العيش قبل ما تمشي، علشان قالت لي انا رايحه عند مرات خالك، فقلت لها فتحي لي العيش. وبعدين يا حبايب قلبي الخلطه اللي انا وريتها لكم دي خلطه الحواوشي. الخلطه ديت يعني فيها البهارات كلها، انت ما بتحطيش بس على شويه فلفل اسمر. وبعدين الافضل ان انت تحطي اللحمه في التلاجة نص ساعه تشرب من التتبيله وتبقى حلوه كده. وبعدين بقى انا كورت اللحمه كور كده، وبقيت احطها في رغيف العيش. واعملها بايدي، يعني اسويه بايدي علشان اللحمه تتفرد في الرغيف كله.
وبعدين بقى زي ما باعمل الرغيف الأولاني باعمل الرغيف التاني، زي ما أنتم شايفين كده بقى يا حبايبي، يعني اللي أنا عملته في الرغيف الأولاني هاعمله في الرغيف التاني، بس زي ما أنا قُلت كان في عيش كبير وعيش صغير، ده اللي أنا لقيته في المحل فجِبته. وبعدين يا حبايبي النهارده بقى كان يوم كله طاقة ونشاط وعملنا شغل النهارده جامد، يعني ماما قالت لي النهارده بقى نمسك المطبخ يا تغريد نروقه تروقة جامدة، قلت لها خلاص ماشي يا ماما. كل يوم بنمسك حاجة كده زي ما انتوا شايفين، ما عادش الا الصلاة بس بتاعتنا وخلصنا الحمد لله. هي ماما على طول قبل رمضان دخلت رمضان تقول لي تعالي ايه رأيك نروق تحت السراير ونروق تروقة حلوة علشان على العيد شقتنا تبقى نضيفة نبقى نعملها على المشي كده. اقول لها ماشي. وانا بعمل معاها زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، وكده بقى كنت بخلص في الكمية، ما كانش معايا الا حاجات بسيطة. وبعد كده بعد ما اخلص بقى هجيب صينية بردك وادهنها زيت. انا هعمله في الفرن، في ناس بتعمله على البوتاجاز بس انا هعمله في الفرن يعني. هجيب صينية وادهنها زيت، وبعد كده هقوم جايبة رغيف الحواوشي وادهنه زيت من فوق ومن تحت. ماشي يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده بوريكم الرغيف من جوه ما شاء الله مليان لحمة، النص كيلو لحمة عمل معايا كمية حلوة، عمل لي 10 ترغيف عيش. ماشي. ودلوقتي بقى كنت بدهن الصينية زيت زي ما انا بقول لكم، دهنتها كلها زيت. وهجيب برضو رغيف الحواوشي ادهنه زيت من على الوش ومن الظهر، وهرصهم بقى واطلع احطها في الفرن بقى، وهدي عليه من فوق ومن تحت، وما ياخد لون من فوق هطفي عليه واسيب بقى الفرن شغال من تحت. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي بوريكم اهو خطوة بخطوة. ماشي. ما تنسوش اللايك والاشتراك والمتابعة اهم حاجة. ربنا يخليكم لنا يا رب وما نتحرمش منكم ابدا ومن وجودكم في حياتنا، والقناتنا الصغيرة دي تكبر بكم يا رب. وما شاء الله والله يا جماعة كان جميل. انا قلت لماما روح انت عند مرات خالي ما تشيلش همنا وانا هعمله. والله العظيم طلع مني اول مرة اعمله كان خطير، مع يعني سبحان الله، دايما ربنا ما بيكسفنيش كده، كل ما بعمل حاجة بتطلع حلو. ودلوقتي بقى كنت طلعت، احنا عندنا اوضه فوق حاطين فيها الفرن، احنا عندنا فرن البوتاجاز تحت بس انا ما بعرفش اشتغل عليه، بعمل بقى على الفرن اللي فوق. ودلوقتي ده بعد ما طلعته وبوريهولكم ما شاء الله كان جميل، وكان سخن وكان جميل، هو ما بيتاكلش لو هو ساخن. وبعدين بقى بعت ايمن اخويا جاب مخلل وكاتشب وما شاء الله انا بوريهولكم كان مليان لحمه وبجد يستاهل بقكم. ما شاء الله والله كان جميل. وبعدين بقى هو ما بتتاكلش الا هو سخن، بس انا ما عملتوش ناشف لان ايمن اخويا قال لي يا تغريد اعمليه طري، انا بحبه طري. مع السلامه يا حبايب قلبي، اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم، هتوحشوني.